السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة الحد 12 يناير 2025. طبعا النهاردة كانت الجلسة حمرة دم يعني، وكان فيه هبوط في معظم الأسهم، بس أنا في 10 أسهم كده عاملين أداء إيجابي على الشارت في ظل المعمعة دي وفي ظل البانيك اللي كان النهاردة موجود. فهنبدأ في أولهم. هنقول كفر الزيات للمبيدات والكيماويات عامل شمعة إيجابية في ظل هبوط الأسهم. النهاردة فتح على 12 جنيه و9 قروش، وكان الهاي 12.16، نزل لحد 11.85 ورجع قفل فوق ال 12 جنيه. فهيبقى هنا عندنا الأداء الإيجابي بشرط عدم كسر ال 12 جنيه. هيبقى عندنا أول مقاومة هنا نسبة فوبوناتشي دي عند ال 12.85، ثم 13.20 لهدف 14.5 على المدى المتوسط. فالسهم إيجابي على المدى المتوسط في ظل هبوط الأسهم يعني. ده كفر الزيات. برضو من الأسهم برضو اللي كانت لها أداء إيجابي النهاردة شركة النصر للأعمال المدنية. النصر للأعمال المدنية شمعت النهاردة إيه السبايك دي. فتح 3 جنيه 72، كان الهاي 3.75، وبعدين نزل لحد 3.61، جاب له 3.61 كلوز 3.71. يبقى احنا هنا عندنا وقف الخسارة بتاعه أو الدعم بتاعه 3.65 ما يكسروش. هيبقى عندنا أول مقاومة هنا 3.88 ثم 4.10. ده بالنسبة لشركة النصر للأعمال المدنية. في برضو من الأسهم اللي قابلت بلاء حسنا تقريبا زهراء المعادي. دومتي الأول نشوف دومتي برضو شمعة كويسة النهاردة. دومتي فتح 27 جنيه و30 قرش، طلع لحد 27 57، وبعدين نزل ل27 جنيه و3 قروش، رجع قفل كلوز على 27 جنيه و43 قرش فوق الخط ده، خط الترند ده. فيبقى على المدى المتوسط عندنا المقاومة هنا عند 27 75، وده عمنا 27 وربع. ده عمنا 27 وربع. طيب بعد دومتي نشوف راية القبضة، برضو من الأسهم اللي قابلت بلاء حسنا وأسهم إيجابي. كان هنا في دعم عند 72، ما وصلهوش في جلسة النهاردة رغم الهبد. فتح 2 جنيه 75، نزل لحد 2 جنيه 76، وكلوز 282. كلوز 282. اللو بتاعه 276، احنا قلنا اللو 270 أو 2 جنيه و70 قرش. ده راية القبضة. زهراء برضو الشمعة بتاعته إيجابية النهاردة. اللو بتاعها 3.18 والكلوز 3.26 ب5 مليون سهم، شمعة إيجابية. هيبقى دعمنا 3.18، وأول مقاومة لينا هنا عند 3.38. كده قلنا كفر الزيات والنصر للأعمال المدنية وزهراء وراية القبضة ودومتي. برضو في سهم برضو أودن، كان من الأسهم الإيجابية النهاردة ومسك نفسه عند الجنيه و70 قرش. أودن الاستثمارات المالية، السهم فتح جنيه 73 والهاي 73، نزل لحد 67 جنيه 67، وقفل جنيه 71 ب2.5 مليون سهم. هيبقى عندنا أول مقاومة هنا خط الترند ده 177، يليه 183، وبعدين حوالين ال2 جنيه
عندنا هدف حوالين ال2 جنيه، لو خط سقف القناة الهابطة، سقف القناة الهابطة. رد من هنا ورجع رد نفس النقطة، يعني في جلسة 20/12 رد من عند 1.67، وجلسة النهاردة رد من عند 1.67. هنشوف النساجون الشرقيون، السهم في اب ترند. كنت محدد له دعم عند 24 جنيه، النهارده كسره واشتغل تحت 23، وصل ل 23.75، لكن رجع قفل فوق ال 25 فوق ال 24 جنيه. قفل الكلوز بتاعه 24.25 بمليون و700 سهم، ومليون و700 ألف سهم يعني. هنا في فجوة اهي. طيب هيبقى عندنا المقاومة بتاعته، أول مقاومة هنا اهوت القريبة 25.30، يليها 26.5. قفل فوق 26.5 نحدثه، برضو من الأسهم اللي أعطت إيجابية. اللي برضو المصرية للنظم، سهم وضربات في اب ترند، كسره كذا مرة ورجع اشتغل فوق منه. النهاردة برضو كسره ورجع قفل فوق منه، فتح 36، هاي بتاعه 36.2 مليم. نزل لحد 34.7، رجع قفل 35.7 ب3 مليون ونص سهم. سهم إيجابي. هيبقى عندنا أول مقاومة هنا 36.4، يليها 37.6، بعد كده حوالين 40 قرش. ده النظم. في سهم وضربات برضو، بس يعيبوا الفوليوم بتاعه قليل شوية. القاهرة للخدمات التعليمية، برضو السهم برضو عطى أداء إيجابي الجلسة اللي فاتت، وليه مستهدف حوالين 42 جنيه. هيبقى هنا عندنا دعمنا حوالين 30 جنيه، من 30 جنيه ل 31 جنيه. النهاردة فتح 35.5، نزل لحد 32، قفل 32 بفوليوم 38,500. الفوليوم ده يعتبر كبير نسبيا، فيبقى عندنا بكرة دعم حوالين 30 أو 31، من 30 31، لهدف عند 42 جنيه. مش شرط يجي بكرة. الأهداف اللي أنا بتكلم عليها مش شرط تيجي بكرة، ممكن تيجي في جلستين، في 3. بس الأسهم إيجابية، ما نزلتش النزول الكبير اللي معظم الأسهم النهاردة نزلته. برضو من السهم كان عاجبني واتكلمت عليه قبل كده في كذا فيديو، رماس. أسهم السيراميك رماس، العربية للخزف رماس، سهم إيجابي جدا 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 جدا. رد في من 79 في جلسة 31/12، نزل لحد 79 ورجع، هو قفل 79.2، بس رجع رد لحد قرب 84 قرش. النهارده برضه نفس الكلام، والشبع النهارده إيجابية جدا، نزل لحد 79.2، كلوز 80 بقرب 3 مليون سهم. السهم ده إيجابي إن شاء الله. أول مقاومة لينا هيبقى عند 83.7، 7 مليم اللي نزل منها، وبعد كده هيبقى عندنا حاجة قرب 90 قرش. دي 10 أسهم إيجابية في ظل هبوط السوق. إن شاء الله يكون فيها أداء كويس الجلسات القادمة. أي حد ليه أي استفسار يا ريت يسيبولي في الكومنت، نعلق عليه في الفيديو الجاي. دمتم في أمان الله ورعايته. شكرا لحضراتكم. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك وشير لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.